تغيرات جذرية في قانون الشيكات بالمغرب من منطق العقاب إلى منطق الحل، بقلم الأستاذة فتيحة شاطر. وقبل المتابعة لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس. توقفوا قليلا وانتبهوا جيدا، لأن واحدا من أكثر القوانين التي كانت تدخل الخوف إلى بيوت المغاربة قد تغير بشكل عميق. القانون الذي كان ينظم الشيكات في المغرب والذي أدخل آلاف المواطنين إلى السجون وأربك حياة أسر كاملة لم يعد هو نفسه اليوم. نحن لا نتحدث عن تعديلات شكلية أو تحسينات طفيفة، بل عن تغييرات جذرية تمس جوهر العقوبة وفلسفة المتابعة وطريقة تعامل الدولة مع قضايا الشيكات. وكل مواطن وكل تاجر وكل من يتعامل بالشيك مطالب اليوم بأن يفهم هذه التغيرات بدقة، لأن الجهل بها قد يكلف الكثير. لأول مرة يتراجع منطق الزجر والعقاب الصارم لصالح منطق عملي براغماتي يضع في صلب اهتمامه إعادة الأموال إلى أصحابها بدل ملء السجون بأشخاص متعثرين ماليا. فقد انخفضت عقوبة الحبس في قضايا الشيك بدون رصيد بشكل ملحوظ، إذ لم يعد الحد الأدنى سنة كما كان سابقا، بل أصبح 6 أشهر، كما تم تقليص الحد الأقصى من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط. هذا التخفيض ليس تفصيلا بسيطا، بل اعتراف صريح من المشرع بأن العقوبات السابقة كانت مبالغا فيها، وأنها ألحقت أضرارا اقتصادية واجتماعية جسيمة دون تحقق الغاية المرجوة. الأهم من ذلك أن القانون الجديد أعاد النظر في واحدة من أكثر النقاط التي كانت تغلق باب الحل أمام المتابعين، وهي الغرامة المالية المرتبطة بتسوية الوضعية. ففي السابق كان إنهاء المتابعة الجنائية مشروطا بأداء غرامة تصل إلى 25% من قيمة الشيك، وهو ما جعل كثيرين عاجزين عن التسوية رغم قدرتهم على توفير المبلغ الأصلي. أما اليوم فقد تم تخفيض هذه الغرامة إلى 2% فقط من قيمة الشيك، وهو فرق شاسع يغير المعادلة بالكامل ويحول التسوية من حلم مستحيل إلى حل واقعي في متناول اليد. أما التحول الأبرز والذي يمكن اعتباره ثورة حقيقية في قانون الشيكات فيتجلى في منح الأداء قوة قانونية حاسمة في أي مرحلة من مراحل القضية، فسواء كانت الشكاية لا تزال أمام النيابة العامة أو القضية رائجة أمام المحكمة أو حتى بعد صدور حكم بالحبس وتنفيذه، فإن أداء المبلغ المستحق يؤدي فورا إلى سقوط المتابعة والإفراج الفوري عن المعني بالأمر وطي الملف نهائيا مع إمكانية استرجاع الاعتبار لاحقا. هذا المقتضى يجعل من الأداء المفتاح السحري للخروج من جميع المآزق المرتبطة بالشيكات، ويعكس بوضوح أولوية إعادة الحقوق بدل العقاب. ومن بين أكثر النقاط التي أثارت جدلا واسعا في المجتمع المغربي لسنوات مسألة الشيك على سبيل الضمان. هذا الشيك الذي كان يطلب بكثرة في المصحات الخاصة وشركات كراء السيارات والمعاملات التجارية كان يشكل كابوسا حقيقيا، لأن القانون القديم لم يعترف به كضمان، بل اعتبره شيك أداء، مما جعل مستعمله عرضة للحبس في أي لحظة. اليوم تغير هذا الواقع جذريا، إذ تم إلغاء العقوبة الحبسية نهائيا في حالة قبول الشيك على سبيل الضمان، ولم تبقى سوى الغرامة المالية المخففة، غير أن هذا لا يعني أن الشيك فقد قيمته أو أن مصدره أصبح في مأمن، إذ لا تزال المتابعة الجنائية قائمة في حق من يصدر شيكا بدون رصيد، بينما انتفت المسؤولية الجنائية عن الطرف الذي قبله كضمان. القانون الجديد لم يقف عند هذا الحد، بل دخل أيضا إلى قلب العلاقات العائلية معترفا بخصوصيتها وحساسيتها، فقد تم إلغاء الصفة الجنائية للشيكات المتبادلة بين الأزواج والآباء والأبناء والأصول والفروع حتى في حالة الطلاق، ولمدة 4 سنوات بعد تسجيله رسميا، وبذلك لم تعد النيابة العامة تتدخل في هذا النوع من النزاعات التي أصبحت تصنف كخلافات مدنية تحل أمام المحاكم المختصة بدعوى أداء الدين دون تهديد بالاعتقال أو المتابعة الجنائية. هذا التغيير يهدف إلى حماية الأسرة من الاستعمال الانتقامي للشيك وتقليص المآسي الاجتماعية الناتجة عن نزاعات ذات طابع عائلي محض. كما تغيرت مسطرة المتابعة نفسها، إذ لم يعد الاعتقال هو الخطوة الأولى كما كان في السابق، فبعد تقديم الشكاية أصبح وكيل الملك يستدعي المعني بالأمر ويمنحه مهلة إلزامية لا تقل عن شهر من أجل تسوية الوضعية، مع إمكانية تمديدها شهرا إضافيا بموافقة الطرف المشتكي. وخلال هذه المدة
المدة يتم اللجوء إلى وسائل المراقبة بدل الاعتقال الفوري، وبذلك تحول الحبس من قاعدة إلى استثناء لا يلجأ إليه إلا بعد استنفاذ فرص الحل. ورغم كل هذه التخفيفات وضع المشرع خطوطا حمراء لا تسامح فيها، فجريمة تزوير الشيك أو استعمال شيك مزور لا تزال تعاقب بأقصى العقوبات باعتبارها اعتداء مباشرا على الثقة في النظام المالي، وقد تصل العقوبة فيها إلى 5 سنوات حبسا وغرامة مالية ثقيلة، كما أن جرائم الشيكات مستثناة صراحة من نظام العقوبات البديلة، فلا يمكن استبدال الحبس فيها بالخدمة الاجتماعية أو الغرامات اليومية، ويبقى الحل الوحيد هو الأداء أو تنفيذ العقوبة. في المحصلة نحن أمام قانون جديد يحاول الموازنة بين حماية الدائن ومنح فرصة حقيقية للمتعثر وتقليص الكلفة الاجتماعية والاقتصادية للحبس، لكنه في المقابل يطرح سؤالا مشروعا: هل ستعيد هذه التغييرات الثقة في الشيك كوسيلة أداء، أم ستشجع بعض ضعاف النفوس على التهاون في الالتزامات؟ بين منطق الفرصة الثانية ومنطق الردع، يبقى الواقع العملي هو الفيصل في الحكم على نجاح هذا التحول التشريعي الكبير.